اسمي ريم، عمري 25 سنة. بحكي لكم قصتي مع الهكر اللي دمر حياتي، الهكر 07. أنا وصديقاتي قاعدين نسالف بالجامعة، فجأة وصلت رسالة واتساب لصديقتي سارة. كانت الرسالة تقول: اضغط على هالرابط وراح يصلك رصيد مجاني اتصال وإنترنت. المهم، صديقتي داست على الرابط وفعلا وصلها رصيد مجاني، فشيرت الرابط لنا كلنا، وضغطت على الرابط وصلني رصيد. مرت الأيام وفجأة تجيني رسالة من رقم غريب، وكانت من رقم أمريكي. دخلت وشفت صورتي وأنا بالمطبخ. كيف صورني بالمطبخ؟ ما أعرف. فقلت له: مين أنت؟ قال لي: اسمي 07. قلت له: كيف 07؟ أنت تستهبل؟ شكيت أنها ممكن تكون واحدة من خواتي ومسوية فيني مقلب. رحت لغرفة خواتي عشان أطالعهم، حصلتهم نايمين وما في أي حد منهم صاحي. شفت جوالاتهم وما حصلت هالرقم أو الواتساب اللي يحمل الرقم. عرفت أن هذا أكيد مو من البيت. 07 رسل رسالة يقول لي فيها: تقدري تقولي عني عفريت أو جني، راح أكون معك طول هالوقت. طبعا انتابتني حالة من الخوف والهلع الشديد. قلت له: حلفتك برأس كل غالي عليك، تكفى. مين أنت؟ قال: ما تخافي، دامك راح تسمعي كلامي وتنفذي اللي أطلبه منك، ما راح أبعث حتى هذه الصور لأي شخص. وأرسل لي صور وأنا بالحمام وأنا بالمطبخ وأنا بكل زاوية بالبيت. دخلت بحالة من العصبية والخوف الشديد وأنا بكرر وأقول له: تكفى تكفى، أنا راح أسمع كلامك وأنفذ لك كل اللي تبغى، بس أرجوك امسح الصور اللي عندك. رد علي وقال: أنا ما راح أسوي شي دامك راح تسمعي كلامي وتصيري مطيعة. قلت له: أأمر وأنا تحت أمرك. رد وقال: الآن أبيك تفتحي الشباك وتصرخي بأعلى صوتك، ها، ركزي بأعلى صوتك وقولي: أنا غبية يا ناس، أنا إنسانة غبية. قلت له: إيش فيك أنت مهبول؟ أنت تتكلم جد؟ لا لا، ما راح أسويها أبدا أبدا، إحنا الحين الساعة 3 الفجر. رسل لي رقم أبوي وأقربائي ومعظم أرقام أسرتنا. قال لي: شوفي، هذول مسويهم في جروب جماعي وقادر أنشر كل الصور لهم، وبعدين أتوجه لتويتر أنشرهم مع صورة هويتك واسمك وعنوان بيتك، ومعك 10 ثواني. بدأ العداد يمشي: 1 2 3. جريت بشدة وأفتح الشباك وأصرخ: أنا غبية، أنا غبية يا ناس، أنا غبية. صحي كل اللي بالبيت، حتى أبوي وأخواني، وما عرفت إيش أفسر لهم أو كيف أبرر لهم إني سويت هالشيء. درن درن وصلت رسالة واتساب جديدة، مقطع صوتي وأنا أصرخ مع ضحكة قوية. بكيت من القهر. أهم شيء رحت الجامعة، كلمت صديقاتي وفرجيتهم الرسائل. فجأة توصل رسالة يقول فيها: أنا عارف إنك الحين تكلمي صديقاتك عني، وخاصة زينب اللي نصحتك تتوجهين للشرطة. صدقيني، حتى لو تخبرين الشرطة ما راح تنفعك أو تقدر توقفني، وإذا حابة نذيع راح نذيع، قولي بس نذيع. أنا خفت بشدة ودقات قلبي تتزايد وأنفاسي تتسارع من شدة الخوف. هو كيف عرف إني مع زميلاتي بالجامعة؟ وكيف عرف أسمائهم؟ رحت للبيت وحالي مهدود، يومين ما نمت ولا قدر النوم يجيني. وصلت لباب بيتنا وأهل الحارة يناظرون لي، واللي ترمي كلمة وتقول: أمس بتصرخي إنك غبية، توك عرفت اليوم؟ ناظرتها بعيون ذئب لو حيلي مهدود. دخلت البيت، سلمت وجلست مع أهل البيت على طاولة الأكل. أمي وأبوي وأخواني يسألوني: إيش فيكي؟ وليش صارختي أمس؟ صارت سمعتنا على كل لسان بسببك. رديت وأنا ذبلانة: أمس كوبست وحصل اللي حصل، تكفون خلاص، قفلوا الموضوع. أبوي بدأ يتنرفز وأمي هدته. الساعة 2 بالليل وصلني مسج من الهاكر يقول فيه: ها، مستعدة لتحدي اليوم؟ أريدك تاخذين أفخر أطباق بيتكم، ولا تنسين الطبق اللي جابته أمك من سفرتها لدبي. كيف عرف أن أمي راحت دبي؟ سألته: أنت كيف عرفت أن أمي راحت دبي؟ أنت أكيد شخص تعرفني وإنسان قريب جدا مني. قال: ما راح أرد الحين، ها، تنفذ الأمر ولا؟ وأرسل صور جديدة لخواتي وبنات عمي وإحنا بعرس شخص من أسرتنا. الهاكر يرسل: ها، تنفذ التحدي ولا نذيع؟ كنت أرسل له تسجيلات صوتية وأنا أبكي عشان يرحمني، وأقول له: تكفى، اتركني بحالي، وإذا تبي فلوس بعطيك فلوس، بعطيك اللي تريد. رد وقال: لا لا لا، أنا أبيك أنتي، ما أبي الفلوس، الحين تنفذي ولا؟ رحت وخذيت الأطباق ورميتهم من البلكونة. تجمعوا بعض الجيران ووقفت. وصلتني رسالة ثانية من الهكر يقول: ليش وقفتي؟ كملي يلا. ورميت باقي الأطباق. صحيت الصبح وأمي تهزة في الشغالة: أنت رميت الأطباق؟ وهي تقول: لا ماما والله مش أنا، وتبكي، وأمي تصارخ. وفي الأخير عرفوا أني أنا اللي رميت الأطباق. بدوا أهل البيت يشكون أني مريضة أو ممسوسة أو فيني شيء، حتى أنهم ما تكلموا معي وتركوا أمي هي اللي تتكلم معي. فقلت لها أني كنت في تحدي مع صديقتي مقابل جوال، وإني كسبت التحدي وإني رايحة أخذه. عطتني أمي كف على خدي وقالت لي: حتى الطقم اللي أهداني والدك كسرتيه عشان شيء تافه؟ ضروري نعطيكي درس ونربيكي من أول وجديد. وطلعت من غرفتي وسكرت الباب بشدة. أنا انهارت بالبكاء وقعدت أعطي نفسي كفوف.
أيوة، أنا مريت بكمية ضغط نفسي ما حد يقدر يتحملها، وما حد حاسس فيني. فجأة وصلتني رسالة من الهكر، مرسل مقطع وأمي تعطيني الكف وهو يضحك بشكل هستيري. أغمى علي بعد أن تعطل عقلي عن التفكير. حصلت لي صدمة لا يمكن أتوقعها. هو كيف صورني وسط غرفة نومي وفيديو كمان؟ يا ربي، هل فعلا اللي قاعد معاي جني وفي شخص مسلطه ومسوي فيني سحر؟ لا، بس كيف جني وهو قاعد يراسلني واتساب؟ رحت الجامعة وصديقاتي ينفرون مني، خايفين لا يحصل وياهم زي اللي يحصل معاي. إلا صديقة واحدة، أيوة صديقتي العنود، قالت لي ها وش سويتي ويا شبح اللي مضايقك؟ حضنتها وقعدت أبكي بشدة وبشكل هستيري. كلمتها عن اللي حصل. فجأة وصلت رسالة من الهكر يقول فيها العنود ما راح تسوي لك شيء ولا راح تفيدك بشيء، خليكي مستعدة لتحدي اليوم. رحت البيت وارتميت على السرير ودخلت بنوم عميق جدا جدا. صحيت على صوت الرسالة. الهكر: جاهزة للتحدي؟ طنشت الرسالة. الهكر رسل رسالة ثانية فيها صور جديدة وفيديوهات لنا وإحنا نتسبح بالشاليه وإحنا بملابس السباحة أنا وصديقاتي، وقال: إيش رايك نذيع؟ أبوك فيه جلطة سابقة يوم سوى أخوك ناصر حادث، وأمك فيها الضغط والسكر، نذيع؟ قلت له وأنا أبكي بشدة: تكفى، اعتقني، ارحمني، أنا مو قادرة أتحمل، راح أنتحر وأنت السبب. رد الهكر: إذا أنت راح تنتحري راح ينتقل الدور لأختك ميار، يعني أنت فيها حية ولا ميتة؟ باختصار تحدي اليوم إنك تحلقين شعر راسك على الزيرو. رديت وقلت له: أنت مجنون، والله أنت مجنون. رد وقال: معك 3 دقايق تفكري، وإلا راح أنشر الفيديو وقتها حتى خطيب أختك راح يتركها وتدمري كل شيء وتكوني أنت سبب في دمار حياة أسرتك كلها. قلت لا، خلاص بنفذ التحدي. خذيت المقص ويدي قاعدة ترجف، شعري اللي ظليت سنين أعتني فيه وأتفاخر فيه بين صديقاتي والأهل أنا الحين قاعدة أقصه. قصيت شعر راسي وسويت على الزيرو. رسل لي رسالة، كانت صورة لي بعد ما قصيت شعري وقال: برافو، أنت كذا أحلى كثير. بكيت بحرقة وأنا بقول يا ربي ارحمني، من وين طلع لي هالشخص اللي دمر حياتي؟ أمي سمعت بكاي، دخلت تشوفني وشافت الشعر أمام التسريحة وعرفت إن أنا قصيت شعري. بكت وانقهرت وتقول لي: أنت مجنونة، أنت إيش اللي قاعدة تسويه في حالك وتسويه فينا؟ وش ذا؟ ليش سويتي كذا؟ وتركتني وطلعت. رحت الجامعة ولقيت العنود، خبرتني وقربت من إذني: حطي جوالك بعيد، عرفت مين اللي سوى فيك كل هذا ومين السبب. أوبا، هنا ستوب، أنا تعبت وراسي مسطع. أهم شيء يا حبايب قلبي انتظروني في الجزء الثاني لأن السالفة طويلة ومشوقة. بس تكفون، أبي أشوف حجم التفاعل، هل يستاهل إني أنزل لكم الجزء الثاني من قصتي ولا لا؟ كل اللي نريده 500 إعجاب فقط علشان نشوف حجم التفاعل.